مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. سامحوني غبت عنكم كتير، بس احنا طلعنا أجازة العيد ورجعنا منها على مشكلة كبيرة جدا، هي حكاية الكهرباء. والحمد لله رب العالمين بدأ الموضوع يخف شوية. احنا للأسف بنشتغل في الصوبة بتاعتنا، بنعمل فيديوهاتنا يعني من بعد العصر، لأن درجة الحرارة في الصوبة عندنا بالنهار صعبة قوي. فالحمد لله بنستنى بس لما درجة الحرارة تبدأ تنزل عشان نبدأ نشتغل ونبدأ نعمل لكم حاجات جميله. النهارده هنتكلم على نبات في منتهى الجمال والروعه، نبات درامي من الدرجه الاولى. نبات الناس كلها حبته، بس نسبه كبيره منهم ما عرفتش تعتني بيه. النبات اتظلم بسبب ان هو درامي قوي، يعني بيمثل علينا. النهارده هنتكلم عن نبات الفتونيا او نبات الاعصاب. هو يعتبر من النباتات الجميلة جدا 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 جدا، بس هو زي ما قلت لكم كده درامي قوي. هنتكلم على كل حاجة عنه. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات علشان يوصلوا كل جديد. و... وأي سؤال عندكم اكتبوا لنا في الكومنتات تحت، واحنا ان شاء الله رب العالمين هنجاوب عليه. وطبعا لايك وشير عشان معلوماتنا توصل لكل حتة في العالم. معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، خليكم معانا. نبات الفتونيا او نبات الاعصاب من النباتات الهائله جدا، وزي ما قلنا كده ان هو من النباتات كاسيات التربه. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك قصيص كبير او شاليه كبيره فيها نسبه التربه باينه فيها، فممكن حضرتك تحط فيه نبات الفتونيا دوت. يكسي لك شكل التربه، يغطي لك شكل التربه ديت فما يبانش. هو نبات ممتاز، الوانه زي ما انتم شايفين كده روعه قوي قوي قوي. وزي ما في الابيض دوت في الاحمر، بس انا ما عنديش من الاحمر كتير فجبت لكم نموذج صغنن كده اهو. برضو الاحمر ما يقلش جمال عن الابيض. نبات الفتونيا او نبات الاعصاب هو من النباتات الاستوائيه من الدرجه الاولى. ولما نسمع كلمة استوائية ده معناه ان هو نبات عاشق للرطوبة بدرجة عالية قوي. وعلشان السبب دوت هو بيمثل علينا يعني ايه؟ لما الرطوبة قلت من عليه شوية بيصاب بحالة ذبول، او بيبان كأنه دبل. ودي من مع الأسف الناس بتتعامل معاه لما بتلاقي حالة زي ديت على طول تقوم جاية روياه بالمية، حتى لو التربة مبلولة بيدوله مية. فمع الوقت ومع الاستمرار الموضوع دوت بيحصل عفان جذور، وبالتالي ان هو النبات دوت انا بقول ان هو بيموت نفسه. طيب نعالج الموضوع ده ازاي؟ هو الموضوع علاجه بسيط جدا جدا. احنا قدامنا طريقتين للعلاج، اما ان احنا نحط طبق ميه بشكل دايم جنب البوت مع درجة الحرارة ونسبة البخر، فهتوفر له نسبة الرطوبة العالية اللي هو عايزها. او ان احنا نرش ميه مره يوم ويوم لا، رذاذ خفيف خالص ببخاخه رفيعه خالص على اوراق النبات، هيفضل بالشكل ده باستمرار ومش هيمثل علينا. طيب لو قابلنا ان هو مثل علينا وان هو نزل ورقه وحسسنا ان هو عطشان، هنرش رش ورقي للنبات برضو برذاذ رفيع خالص. النبات هيفوق معانا وهيبقى زي الفل. وعلى فكرة دي تركة مهمة جدا محدش هيقولها لك غير الجنرال في مشتل الصوب. الفيتونيا او نبات الاعصاب هو من النباتات المتسامحة جدا مع الاضاءة المنخفضة. يعني احنا لو حطيناه في اضاءة منخفضة هو النبات مش هيتأثر، هو بس هو اللي هيحصل ان بصوا الورقة دي، الوان الورقة دي عاملة ازاي، دي كده في اضاءة منخفضة. طب نبص على الاوراق اللي فوق، هي دي كده في اضاءة مرتفعة، طبعا بدون شمس مباشرة، بدون تعرض لشمس مباشرة نهائي.
هي دي الفكرة. فأنت ممكن تلونه زي ما أنت عايز، لو أنت شايف الأبيض دوت هو زاعق لعينك أو أنت مش حابب اللون الأبيض دوت، ممكن تضلم عليه شوية يديك الأبيض مع الأخضر دوت. وعلى فكرة الكلام ده برضو في النبات الأحمر بتاعه. النبات الأحمر برضو لو عطيته إضاءة منخفضة الأحمر بتاعه هيقل والأخضر هيزيد شوية. لو عطيته إضاءة عالية شوية هتلاقي النبات تقريبا شبه أحمر كله. وعلشان نبات الفتونيا من النباتات اللي عندها القدرة هايلة قوي على تنقية السموم من الجو، وربنا خلقها سبحان الله فيها مصنع داخلي انها تمتص السموم من الجو وتحولها للعناصر الغذائية اللي هي NPK. احنا ما بنسمدهاش كل 10 ايام خالص، احنا ممكن نسمدها مرة كل شهر وبنص الجرعة المسموح بيها. طبعا انا زي ما قلت لكم، زي ما انا بوصي في فيديوهاتي كلها، ان انا بوصي بالرش الورقي، التسميد الورقي. احنا خلاص دلوقتي احنا اتفقنا مع بعضينا في كل الفيديوهات اللي انا بعملها ان احنا خلاص ما بقيناش نحطه مسمدات في التربه. الاتجاه العالمي الجديد كله للرش الورقي، بشرط طبعا يكون NPK اللي احنا بنستخدمه مخصص للرش الورقي. هو اغلى شويه بس والله اقتصادي، واحنا عاملين لكم فيديو بخصوص الموضوع دوت، هسيبه لكم برده في المصادر تحت. يبقى احنا قلنا ان احنا التسميد بتاعه مره كل شهر بجرعات قليله قوي 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 قوي. كده يبقى فاضل معانا اكسار نبات الفتونيا. اكسار نبات الفتونيا عن طريق العقله. احنا ممكن ناخد عقله ونغرزها في تربه بيتموس بس، ونحطها في مكان مظلم لغايه اما تبدا تطلع نموات جديده. طبعا اهم حاجه الرطوبه تكون عاليه في المكان دوت، تطلع لغايه ما تطلع نموات جديده، وبعد كده نبدا ننقلها تدريجيا للاضاءه اللي احنا عايزين نحطها. هو نبات سهل جدا جدا جدا، بس هي التركه ان احنا ما ندوش ميه كتير، وفي نفس الوقت النبات مش بيستحمل العطش. ان احنا نروي بس لما 50% من التربه تنشف، يبقى كده قشطه نزود نحط ميه ونروي النبات ويبقى 100 فل و14. وبكده نكون قلنا كل حاجة على نبات الفتونيا أو نبات الأعصاب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير على قد ما تقدر علشان معلوماتنا توصل لكل حتة في الدنيا. كان معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.